يا اخواتي، صلى على النبي، ده مكان اكل عيش، ترابيزه وكرسي، والناس بتحبني وعارفه مكاني في محطه مصر. بنزل من اجل ال100 جنيه، بنزل عشان اكلها بالحلال، بنزل وبحارب عشان ما اقولش لحد اديني، بنزل. المفروض انتوا تفتخروا بحاجه زي كده. مش احسن من ان انا ابيع حشيش؟ مش من احسن ان انا امشي شمال؟ مش من احسن حاجات كتير؟ يعني المفروض ما تعلقوش وتقولوا اسلام فانت ايه اللي وصله للحال ده. ماله الحال ده؟ الحمد لله، الناس بتحبني، بدعوات الناس انا موجود. مش عايز حاجة تانية، انا مش عايز حاجة تانية. عندي اقف وانزل واحارب من اجل لقمة العيش بالحلال بالحلال. الحلال باين والحرام باين. الناس فاهمة. اسلام فانت ما استفادش باي حاجة من المهرجانات. ما كانش بقى ده يبقى حالي اللي انا راضي بيه وببوس ايدي وش وضهر، ان انا باكل وبشرب وبلبس وبعمل كل حاجه نفسي فيها. ده شرف ليا، الشارع ده شرف ليا، الترابيزه الصغيره اللي انتوا شايفينها في الفيديو ديت شرف ليا، معموله لي بالحب. الكرسي اللي باخده من القهوه والشاي اللي بشربه ده شرف ليا. الناس اللي بتيجي تديني 10 جنيه و20 جنيه عشان احمل لها كارته ولا فلاشه شرف ليا. ده اكل عيش، اكل عيش مفيهوش عيب. انا لو عايز ابقى في حته تانية هبقى في حته تانية، بس همشي كده. انا مش عايز امشي كده. انا ربنا سترها معايا الحمد لله. طالما ربنا سترها معايا يبقى خلاص. احافظ على ديت، احافظ على ديت وابوس ايدي وشي وضهري. لو هنام يعني اقول لكم ايه، لو اروح ب50 جنيه هعرف اعيش بيها. اللي بيعرف يعيش بيعيش. مفيش كلام، خلاص الحمد لله يا رب، الحمد لله ان انا واقف على رجلي.